الجمهور المغربي بيشجع ضد مصر، هو حر. ما دام ما اساءش ليك هو حر، ما دام بيحترمك هو حر. يشجع السنغال، يشجع بنين، هو حر. وبعدين ما هو كانوا بيشجعونا في الماتشات اللي فاتت وكنا بنشكرهم على دعمهم لينا. ليه احنا بناخد كل حاجه على اعصابنا وبنساعد ان احنا نخلي في نار كده تولع ما بين البلدين؟ ليه؟ وملاحظ كمان في السوشيال ميديا هناك في المغرب يعني في نار طالعه لوحدها. ليه بقى كل ده؟ هو انا عموما ما بحبش ان انا ادخل في القصص اللي بره المحتوى بتاعي كتير، بس لما احس ان في بقى جو فتنه وفي بقى شغل ما بين بلدين بقى وشعوب ما بينهم ما بين بعض ترابط وموده ومحبه، ده بقى اللي بيستفزني. ويا سلام بقى لو كان على بلد زي المغرب. المغرب كشعب عموما بيحبنا جدا، يعني من اكتر الشعوب اللي قريبه مننا، اللي حتى الاجواء شبهنا، اللي حتى الشوارع شبهنا، الدنيا بتاعتهم شبهنا. فانا ملاحظ ان في هوجة سوشيال ميديا كده شغاله اليومين دول، وعمالين حتى الغريب في فكره الصحافه المغربيه او اللي هم الصحفيين وهم بيتكلموا مع حسام حسن. طلقت شماعة الفشل ديالكم، فشلت في أن تصل إلى النهائي. ما عندكش لباقة الإعلام. الاسلوب نفسه بتاعهم تحس ان كأن في حاجه غلط، في مشاحنات شغاله وفي حاجات عماله تولع. الصحفيين المصريين نفسهم سابوا المؤتمر ومشيوا بعد اللي شافوه هناك او الجو ده. انا عن نفسي كرامي حلمي ممكن احكي لكم عن قصه حصلت معايا وانا هناك من شعب المغرب، انا لغايه دلوقتي لما بفتكرها يعني مش عارف افسرها. لما كنا في المغرب كنا مسافرين في بطوله التأهيل، اللي هي البطوله الافريقيه المؤهله لاولمبياد لندن. يعني البطوله دي هي اللي هتحدد مين اللي هيروح الاولمبياد ومين اللي هيرجع بيتهم من غير ما يسافر. لما كنا هناك انا وزمايلي كأي رياضيين عاوزين يشتروا حاجات من الصيدليه يعني، فنزلنا فوجئنا بان الصيدليه قافله في وقت كان بعد العشاء او حاجه زي كده. ده مش طبيعي عندنا في مصر، فبندور على يعني صيدليه تانية تكون فاتحه او حاجه. هناك في المغرب الصيدليات في الوقت ده معرفش هي لسه مستمره لغايه دلوقتي ولا لا، بس كان الصيدليات بمواعيد، يعني بتقفل لغايه الساعه 7، في صيدليات تانية بتفتح من 9 مش عارف لكام يعني. كان ده الفكر. فلما رحنا للصيدليه عشان نشتري الفيتامينز بتاعتنا لقينا الصيدليه قافله. نسال الناس في الشارع بيقولوا لا تمشي كده تعمل كذا بتاع، فاحنا بنسال. ففي واحد معدي كده فقلنا له احنا عاوزين نوصل للصيدليه القريبه علشان بس نشتري شويه حاجات وكده. فقال اوكي ماشي انتوا ممكن تمشوا على طول وبعدين تاخدوا يمين في مش عارف شمال. هو نفسه وهو بيحكي حس ان الطريق طويل، فقال لنا طب تعالوا معايا انا هوديكم. فاحنا قلنا له لا يعني مش لازم وبتاع، احنا هنتمشى، احنا رياضيين فهنتمشى وهنوصل وبتاع، انت بس قول لنا كمل لنا الطريق وكده. قال لا لا لا، انا كده كده هجيب حاجات من هناك، تعالوا معايا. فرحنا، الراجل كان راكن عربيته قال لنا اتفضلوا. فركبنا، ظهر الموضوع طويل فعلا. فركبنا العربيه، اتحرك بينا وهو بيتكلم بينا انتوا من مصر صح؟ انا عرفتكم من اول ما اتكلمتوا. قلنا له اه وبتاع، بتعملوا ايه هنا؟ بنعمل كذا وكذا وجايين البطوله. قال لنا طيب تمام. وهو ماشي في الطريق راح مكلم التليفون، ازيك يا حاجه عامله ايه؟ مراته. قال لها خدي سلمي معايا مصريين. فاحنا استغربنا، يعني ظاهر الناس بتودنا وبتحبنا يعني. فالمهم فردينا ازيك يا حاجه وسلمنا عليها انا وزمايلي. سلمت علينا وبتدعي لنا وست طيبه وجميله. فقفلنا معاها وهو بيكمل كلامه بقى انا بحب مصر جدا واحنا بنحب المصريين والله، انا مسمي ابني جمال عبد الناصر. مش الدرجات يعني الحب، مش متخيل انا كان ده اول موقف اقابله من شخص بيحبنا للدرجه دي يعني. ف وصلنا للصيدليه، دخلنا كل واحد اشترى الحاجات بتاعته. واحنا جايين بنحاسب حلف ان احنا ما نحاسبش. ازاي انت بتقول ايه؟ حلف ان احنا ما نحاسبش الحساب عنه. يا استاذ مش هينفع، لا شكرا والله ده كتر خيرك ان انت وصلتنا لغايه الصيدليه وكمان يعني ده كده كتير. فقال لك والله ما هيحصل. بنطلع الفلوس بنحاول ندي للراجل الصيدلي تضامن معاه. فاللي هما الاثنين بقوا خلاص ما حدش قابل ان احنا ندفع. انا ذهلت من الموقف بصراحه، يعني الموقف ده انا ذهلت منه. ليه؟ يعني كتر خيرك ان انت وصلتنا لغايه كده، ولكن انا بوريكم بس مدى المحبه ما بين الشعوب. الراجل رجعنا لغايه الفندق، بنضيفه بنقول له طب تعالى اشرب حاجه في الفندق او كذا. انا وزمايلي بنقول له يعني عايزين نرد لك يعني كتر خيرك فتعالى اشرب حاجه بعدين ان شاء الله باجي لكم وان شاء الله ربنا يوفقكم. طب تعالى بس اشرب حاجه معلش عشان مستعجل على حاجه اجيب لها العلاج واوصله لها. طيب تعالى احضر لينا الماتشات نشوفك هناك وندخلك المكان الاستاد يعني وتنورنا وتتفرج علينا وكده وبتاع. يعني احنا عاوزين نرد الجميل باي طريقه. احنا كمصريين برضو بنقدر جدا الود وبنقدر جدا الاحترام. قال لنا ان شاء الله باجي لكم وان شاء الله ربنا يوفقكم وكده. طيب تعالى لنا طيب كذا كذا ان شاء الله. الراجل راح ولا شفناه تاني ولا شفنا تاني لحد النهارده. ده كان موقف مذهل انا اتفاجئت بيه انا وزمايلي.
من اهل المغرب. موقف تاني، انا والمدرب بتاعي كان اللابتوب بتاعه النسخه بتاعت الويندوز سقطت، فعاوزين ان احنا نعمل نسخه، فنزلنا بنشوف اي سايبر اي حاجه ان احنا نعمل من عنده نسخه ويندوز، فلقينا واحد ادينا له اللابتوب، جه قال لنا نص ساعه وتعالوا خدوه، واحنا بنحاسب قال والله ما انا، انتوا مصريين؟ قلنا له قال خلاص والله ما هاخد حاجه. يا استاذ ازاي وبتاع؟ قال لك والله ما انتم منورينا، دي ولا حاجه يعني. عايز اضيف كمان ان فكره واحنا بنلعب في الماتشات بتاعتنا في المغرب، الشعب المغربي بيشجعنا كاننا مغاربه، احنا بنلعب على الحلبه، الجمهور ده بتاعنا، واحنا بنلعب مع الافارقه كنا ضاغطين عليهم، بنلعب كاننا بالظبط واقفين على ارض مصريه. اللي انا عايز اقوله من الموقفين دول يا جماعه، الشعب كده، فبلاش يحصل كده من ناس هي مجرد ان هي وظيفتها انها توقع الدنيا في بعضها، الناس اللي هم الصحفيين، والاسلوب بتاع رد الفعل على السوشيال ميديا والاسلوب اللي بتاع كذا، يعني دي مش الناس الحقيقيه. فخلونا فاهمين يا جماعه ان في ناس وظيفتهم في الحياه انهم يشعلوا الفتنه ما بين البلاد، زي ما قدروا يعملوا كده زمان ما بين مصر والجزائر بسبب ماتش كوره. فمن فضلكم كشعوب بقى او كمجتمع او الناس حتى اللي متابعاني وشايفه الفيديو ده سواء من مصر او من المغرب، ايا يكن احنا اخوات، احنا مش مجرد كلام ان احنا اخوات، احنا بجد اخوات. فما ينفعش ان اي حاجه من دي تسبب حاجه ما بيننا. اهم حاجه ان الناس كلها يبقى عندها وعي بالموضوع ده، فمش عايزين نقع في الفخ تاني من فضلكم. انا بس حبيت ان انا اقول الكلمتين دول لان دي شهاده حق لازم انها كانت تتقال في وقت زي ده. وانا اصلا كنت بحوش لغايه لما نعمل بودكاست او نعمل حاجات من القصص اللي هي قابلتنا في رحلاتنا او اللي هي يعني قابلناها في حياتنا في الملاكمه او كده، ممكن ان احنا نحكي فيها مع الناس، ولكن جه وقتها دلوقتي فحبيت ان انا اقول. ربنا يديم الموده والمحبه ما بين الشعوب العربيه كلها يا رب، ويا رب العالم كله يكون بخير وسلامه ونفوق بقى من اللي احنا عايشينه في الايام الغريبه بتاعت الكوكب.